يعني الواقع أن الإنسان بمجرد أن تمر بضائقة بناء خلاص الدنيا صارت سوداء بعينه. لا، يقول تفأل بالحياة وما تدري أنت في أي لحظة يهبط عليك الفرج، في أي لحظة. يعني قد يأتيك الفرج من حيث لا تحتسب. يقولون المؤرخين ملك صقلية، هاي الجزيرة المعروفة، ليلة من الليالي أرق، صار عنده أرق، يريد ينام ما يقدر ينام، يريد ينام ما يقدر، يحاول أن ينام ما يقدر. كانت عنده عادة إذا مرت بها الحالة يودي ورا ندمانه يحضرهم، يتسلى بحديث، يتسلى بقصة. ودى ورا ذولا أحضرهم، كرهتهم نفسه. كل واحد يجي يما ما يقبله، ما يريد، يعني ما اشتهى هالجلسة أبدا. قالهم ندمان قوموا، أنا ما مرتاح إلى وجودكم. قام يتمشى، ما استطاع يهدأ أبدا. صاح إلى صاحب البحر، يعني اللي له علاقة بالقوارب وبالسفن، قال له حضر لي سفينة أشتهي أتمشى أطلع بالبحر. فعلا حضر له سفينة، ركب وطلعوا وأخذوه بالمجاديف إلى أن توسط البحر، وإذا بيسمع صوت ضعيف: يا غياث المستغيثين، يا غياث المستغيثين، ويكررها. قالوا شوفوا لي مصدر الصوت. قالوا له من هنا. أمر الغواصين اللي قالوا انزلوا. نزلوا وإذا رجل يصارع الموت، يصارع الموت. أخذوه شالوه. جابه قال له ما الخبر؟ قال له والله أنا أبحرت أمس بالليل، أبحرت أريد أروح في طريقي إلى مقصدي، وانكسر بنا المركب وظليت أصارع الأمواج ما أدري، وأصيح يا غياث المستغيثين، ما عندي إلا هذا. هذا في حد ذاته هو اللي سبب لي الفرج. قال له سبحان من أرقك في قصرك، سبحان اللي خلاك ما تنام وما تهدأ وتطلع حتى تنقذني. فالواقع الإنسان ما يدري متى يأتيه الفرج. شفت قصة هواية رائعة يروها المؤرخين. أكو نوع من الطيور يسموه زرياب. هذا الطير أشبه شيء بالببغاء، يعني يحفظ، إذا سمع شيء يقلد الإنسان، يحفظ. هذا جابوا منه كمية، واحد بارت تجارته، عندش كم دينار يريد يشتغل بيها، ما لقى بيها مجال للعمل، وين يعمل بيها؟ مسدودة الطرق، هي كم دينار قليلة ما يقدر ينافس فيها التجار. فسوى اجى اشترى مجموعة من هالطيور هاي، قال ابيعها. ذيك الليلة يقولون المؤرخين اجت موجة برد عنيفة، موتت الطيور كلها اللي عنده، ولم يبقى الا واحد، طائر واحد. اغلق عليه باب البيت وحط هذا الطائر ومتألم متأثر، وقام يصيح يا رب يا غياث المستغيثين أغثني، ويكررها. هذا الطير تنبه، أتقنها للجملة، عرفها، قام يقلدها، قام يقول الطير يا غياث المستغيثين. مرت بي جارية من جواري الخليفة سمعت صوت الزرياب، قالت له بكم تبيع هذا؟ قالها ب1000 دينار. قالت له خفض عليه، قالها بدون 1000 ما يبيعها. فدفعت إليه 1000 دينار. هو اشترى جميع الطيور اللي عنده ب500 دينار. بالأخير جاءه الفرج من حيث ينتظر الضيق عينا. الحقيقة من هالنوع أنت تجد في تجاربنا اليومية أشياء كثيرة من هالنوع. فالإنسان لا يكون يتصور بأن الحياة أطبقت إذا مرت عليه ضائقة.